السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخواتنا القراء عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين دايما بخير يا رب. النهارده هكلمكم عن حاجة جديدة للمبتدئين. ان احنا دلوقتي انت عارفين الجو يوم شتاء، يوم فيه شمس، يوم فيه هوا. فاحنا كبشر بنبقى قاعدين طول الوقت تحت البطاطين متدفيين، ما بالك بقى بالحمام ده؟ يعني ده روح برضه. فانا جايب لكم حاجة النهارده هتساعد في تحسين المفاصل، يعني مفاصل الرجلين، مفاصل العظم. تمام. فيتامينات كاملة بتساعد الحمام ان هو يقاوم الجو الساقع ده. تمام. هم اكتر من حاجة، هكلمكم النهارده عن اول حاجة فيهم ان شاء الله. تمام. الا وهو الديكال ب 12. تمام. الديكال ب 12 يا جماعة مكون من كالسيوم وفيتامين د 3 وفيتامين ب 12. تمام. دوت بيساعد الحمام على تقوية المفاصل. يعني انت الحمام بتاع حضرتك لما بينزل يقف في جو زي ده او جو رطب زي ده بيبقى عامل ايه؟ يعني انت احنا كبشر ما نستحملش نقف. يعني انت لازم تكون لابس حاجه في رجلك، يعني شوز او اي حاجه لازم تبقى لابسها في رجلك. ما تقدرش تستحمل انت تقف على جو زي ده يكون مرطب، ما بالك الحمام يعني مش بيلبس لا شرابات ولا بيلبس اي حاجه يعني. تمام. فاحنا بنجيب له حاجه تساعده. تمام. الا هو الديكال بي 12 ده اول حاجه هنستخدمه النهارده. وبعد كده هقول لكم يعني على كذا حاجه بنستخدمها. تمام. الديكال بي 12 ده سعره رمزي جدا، يعني ممكن تلاقيه في الصيدليات تقريبا ب10 جنيه 11 جنيه حاجه زي كده. في حاجه اسمها الديكال ده ب6 جنيه ولا ايه؟ ده ب6 جنيه. في حاجه اسمها البي ديكال، يعني في الديكال وفي البي ديكال. الديكال ده رخيص شويه. تمام. البيديكال بيختلف عن الديكال في النسب بتاعت المعادن اللي فيه والفيتامينات، يبقى النسب مختلفة شوية. ان البيديكال ممكن تحط 5 سنتي او 6 سنتي منه على لتر مية عادي. الديكال ده لازم تحط 4 سنتي يعني على لتر مية. تمام. تعالوا اوريكم هنعمل ايه. اهو يا جماعة، بصوا بيحتوي على الكالسيوم. تمام. والفيتامينات بي 3 وبي 12. احنا معانا ازازة المية بتاعتنا دي، تقريبا احنا بنملاها لحد هنا، ده لتر مية. ده كده لتر مية. هنحط منه دول كده تقريبا 4 سنتي، اللي انا ما مليتهاش على الاخر برضو. دول كده 4 سنتي، مفيهوش اي ضرر ان شاء الله. طبعا زي ما انتوا شايفين، بعد ما حطيناها في اللتر المية بنرج الازازة بتاعتنا كويس اوي، يبقى بالشكل ده. سيبها شوية عشان اللي فوق دوت يتظبط شوية، وعادي مفيهوش اي ضرر برضو. تمام. تعالوا نفتح للحمام الاول. لسه طالع لهم دلوقتي حالا. الحمام مش عاوز يطلع. لا طلع، هو بدأ يطلع. تعالوا نحط لهم المية. انا بستخدم دي مسقة. دي كويسة جدا وسهلة اللي انا ممكن اغسلها وكده. هي تقريبا بتاخد لتر الا ربع يعني، بس انا مش بحب املاها على الاخر، او اللي انا احط في الجزئية ديت. اتفضل معايا شوية في الازازة، انا ممكن احطهم في طاجن فخار عندي صغير. ده طاجن فخار صغير اهو.
ده كده زي ما انتوا شايفين النهاية اهو بتاعته. ده يساعدهم جدا، وبالذات كمان الزغاليل الصغيرة في الجو الساقع دوت بتتلاقي ان هي تظبط العظم بتاعها والمفاصل وكده. تمام، هنبدأ نحط لهم ناكله. فيهم حمام لسه ما طلعش لحد دلوقتي. بص الجوز الحلبي ده واقف فين، هنجيبه دلوقتي. لازم هيجوا دلوقتي. الجوز الحلبي واقف هناك برضه مش عايز يجي. الحمد لله الجوز الحلبي ده يعني الجوز جه والتانيين لسه واقفين فوق. هو الحمام ده بمزاج على فكرة، مع انهم والله جعانين، يعني انا بتحكم بيهم في الكل، فمش حاطط لهم اكل كتير كمان، يعني انا هسوم على الاكل ده لحد اخر اليوم. الكركان دي كده بس. انا ان شاء الله هاكلهم وهحاول ادخل المساء والاكل وافتح لهم يدخلوا، لان انتوا شايفين الجو ممكن يقلب. يعني الجو ده تحس ان الجو هنا حلو، هنا فوق مني سحابة بقى. بس لو وصلتوا لحد هنا يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله كل يوم في معلومة جديدة ان شاء الله للمبتدئين وغير المبتدئين ان شاء الله. اخوكم في الله محمد الزيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.